الاسماعيلي ما هبطش في عز ما الاهلي بياخد منه لعيبه، لكن فاركو هبط اول لما الزمالك خد نص فرقته. لو في فريق اتفضى من لعيبته فهو فاركو مش الاسماعيلي. في ناس بتحاول تبيع فكره ان الاسماعيلي هبط بسبب النادي الاهلي، وان الاهلي فضى فريق الاسماعيلي لمجرد انه اخد لعيبه لعبت في الاسماعيلي قبل كده. الكلام ده بعيد عن العقل والمنطق. اللي حصل بين الاهلي والاسماعيلي شيء طبيعي وبيحصل في كره القدم. فريق لقى لعيبه متاحه معظمهم جايين من بره الاسماعيلي، وكان الاسماعيلي واخد مقابل لانتقالاتهم للانديه دي. حتى اللي تم انتقاله من الاسماعيلي للنادي الاهلي مباشره الاهلي دفع فيه فلوس وفلوس كويسه كمان. ده غير اللعيبه اللي الاهلي قدمها للنادي الاسماعيلي، وده شيء بيحصل في كل حته في العالم وطول عمره بيحصل في مصر وما فيهوش مشكله. حتى كمان الاسماعيلي ما هبطش ساعتها. الاهم من كل ده ان الاسماعيلي فضل فتره طويله جدا وسنين كتيره جدا بينافس بعد الانتقالات دي وما هبطش. لكن لو انت قصتك حقيقيه او فكرتك حقيقيه تقدر تبص لنا كده على فاركو وتقول لنا رايك ايه. فريق انتقل منه 5 لعيبه اساسيه لفريق تاني والمدير الرياضي بتاعه، وبعد ده كله هبط في اخر الموسم. تقدر تقول لي مين كده اللي بيفضي مين؟ فرقه فاركو السنه اللي فاتت كانت محترمه جدا، كسبت بيراميدز والزمالك وكانت بتلعب في مجموعه الحصول على اللقب، وكانت احد اهم اسباب ان الاهلي حقق بطوله الدوري. جه الزمالك واخد 5 من قوامها الاساسي علشان السنه دي تنزل للدرجه الثانيه. بنفس المنطق بتاعكم من حقنا هنا نسال، هل الزمالك فضى فاركو وكان سبب رئيسي في هبوط فاركو؟ من وجهه نظري لو في حاله واحده ممكن نقول عليها فريق فضى فريق من لعيبته فهي الحاله بتاعت فريق فاركو.